النهاردة بقى جايب لكم حاجة يعني مفاجأة، أنا بيتهيألي ما تخطرش على بال حد. شايفين كفر الركن الجميل ده؟ تتخيلوا احنا عملناه ازاي؟ عاملينه من حاجة ما كلفتناش جنيه. شوفوا كده الفكرة يمكن تعجبكم. عملنا كفر الركن ده من شوية جلاليب قديمة، ما كانتش تنفع ان احنا نديها طبعا لحد، ولا ان حد ينفع يستنفع بيها، لانها كانت يعني قديمة جدا جدا يعني. هنفك الخيوط بتاعتها كلها، هنفككها خالص. الكمام هنفكها، والحتة اللي تبقى من فوق دي هنفكها، وكل اي خياطة فيها هنفكها. هنرجعها لقماش تاني. والحتت بقى الكسرات اللي مكان الخياطة والكلام ده كله هنكويه علشان ما يضايقناش واحنا بنخيط. بعد كده كده فكينا اول كم، وهنفك الكم التاني، وبعدين بقية الجلابية، وهكذا. وممكن الفكرة دي تعملوها ببواقي القماش. في بعض المحلات بتاعة القماش بيبقى عندهم بواقي قماش، مثلا متر، مترين، نص متر، حاجات زي كده. ممكن تجيبوا الحاجات دي وتختاروا ألوان مع بعضها كده تليق مع بعض، وتعملوا منها برضو نفس الفكرة. تمام كده فكينا اهي. كل الخياطات اهي فكيناها من الجلابية. وبعد كده هنبدأ بقى نكوي الحتت اللي هي هتبقى فيها كسرات دي كده بس. ما تنسوش تعملوا متابعة واشتراك في قناة زكوان على اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك. يعني هي يعني في الوقت خدت مننا شوية وقت كده. كده هنا فكيناها اهي خالص. اهو كده فكينا خالص اهي. دول كده الجليبة اهي بألوانها. طبعا هنحاول نخلي كل ألوان حاجة مع بعضها. تمام كده بعد ما اهي كوينا كل حتة مكرمشة ولا حاجة كوناها، وخلينا كل لون مع بعضه. بعد كده هنبدأ نفرد الحاجات دي على الكنبة بتاعة الانتريه أو بتاعة الركنة، ونحاول نشوف الحاجات بقى اللي تتناسب مع بعضها. فكان في الآخر إن الحاجات دي هي اللي تتناسب مع بعضها. فهنبدأ بقى نخيط الجزء ده كده طبقتين. فهنبدأ نخيط الطبقتين دول بحيث نعمل بيهم المسند أو الظهر بتاع الركنة. والحتة دي طبقتين، فبرضه هنخيطها عشان نعمل بيها ايه، المكان اللي هو المقعد بتاع الركنة. تنفع الفكرة دي برضه في كراسي الانتريه، وتنفع في الانتريهات، وفي كراسي السفرة. تمام. هنخيط الجزء ده. طب اللي ما عندوش مكنة ممكن يخيطه على ايده كده، او ان هو مثلا هيخيط على ايده حاجة بسيطة، ويبدأ ان هو يودي لحد يخيطه. بصوا احنا هنا بنخيط ازاي. اللي هيخيط بقى على مكنة عنده في البيت يحاول يتنيها تنيتين كده على بعض، علشان ما تنسلش مننا، بدل ما نروح بقى لسه نعمل سرفلة والكلام ده. تمام كده بالشكل ده خيطناها اهو. هنروح ملبسينها للظهر بالشكل ده. تمام. وبعد كده هنبدأ نخيط بقى الجزء اللي من تحت في الجزء اللي فوق بالشكل ده. ونحاول نخلي الخياطة فيه براح وواسعة، بحيث ان احنا ندخل القماش في الحتت الفراغات اللي بين المسند وبين المقعد وفي الجناب، بحيث ان هي تبقى مجسمة على الركنة، ما تبقاش مهلهلة كده عليها. تمام كده عملنا دي اول كنبة اهي. هنعمل الكنبة التانية زيها بالظبط. وبكده عملنا الكنبتين اهو بنفس الشكل. ممكن نطرزهم بقى بشوية خرز او بأي حاجة كده ديكورات نعملها عليها. احنا طبعا بقى الحاجات دي ان شاء الله نبقى نعملها بعدين ونوريكم. واستنونا في فيديو هنوريكم فيه ازاي ترجعوا المخدات بتاعة الركنة جديدة من تاني.